السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صل على الرسول حتى لو كنت مشغول، عشان ان شاء الله كده ربنا يحبك على طول. النهارده يا حبايبي هنعمل طريقة عمل سلطة بابا غنوج. وهنعمل نشوي البتنجان. في طريقتين لشوي البتنجان، ممكن تحطوهم في البوتاجاز، وممكن تعملوهم على النار من فوق، على العين البوتاجاز من فوق. شوفوا الاسهل ليكم والاحسن ليكم اعملوه، بس انا بفضل ان انا احطهم في البوتاجاز صراحه. ومعانا هنا طحينه خام، هي عايزه تتخفف طبعا بشويه ميه او كده عشان هي بتبقى تقيله شويه. ومعانا خل، ومعانا زيت، ومعانا هنا توم وشطه حسب الرغبه، لو ما بتحبيش الشطه خلاص ما تضيفهاش، وملح وليمون. دلوقتي يا حبايبي انا هروح اشوي البتنجان في البوتاجاز ونرجع لكم تاني يا حبايبي، تابعوا معانا الفيديو. دلوقتي يا حبايبي انا حطيت البتنجان في البوتاجاز زي ما قلت لكم، وقلت نعمل مع بعض برضو كده شويه فوق بالطماطم. هنعمل بقى الطماطم كده، وفي اي حاجات وحشه زي دي اتعنوها طبعا اللي بتبقى في الطماطم. ما نعرفش ايه اللي حصل للزرع. الطماطم دي زمان كانت تبقى حمراء وما فيهاش الحاجات اللي بنشوفها فيها دي. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين؟ احنا عندنا بس الحته اللي هي مش كويسه دي. هو ما كانش عنده غير شويه طماطم قليله فنقيت دول بالعافيه يعني منه. طبعا هنضرب دول يا حبايبي، ونحط شويه ميه ونضربهم مع بعض في الخلاط. ومن الناحيه دي هنحط الثوم هنا في الكبه وهنضربه مع بعض ونرجع تاني يا حبايبي. هنضرب الطماطم لوحدها والثوم لوحده في الكبه ونرجع. تابعوا معايا. ننزل يا حبايبي بشويه زيت كده، وبرده ممكن تعملوه بالخضره بيبقى حلو، بس انا بحب اعمله كده من غير خضره، يعني بقدونس وشبت وكزبره وحاجات من دي. ضربنا هنا التومه، ننزل بقى بالتومه كده، بس ما تحمريش التومه قوي، يعني يا دوبك تقلبتين كده بصوت، تاخد تشويحه بسيطه كده. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي. ننزل بشويه سكر، زي ما بقول لكم انا لما باجي استخدم طماطم لازم شويه سكر. وننزل بالطماطم اللي احنا عصرناها. بسم الله الرحمن الرحيم. ونغطي عليها يا حبايبي ونسيبها تتسبك خالص، وبعد كده ان شاء الله نرجع نحط الفول. تابعوا معانا يا حبايبي. رجعنا لكم يا حبايبي. احنا حطينا الصلصه على النار زي ما قلت لكم، بس هي مش هتتسبك قوي، مش زي المحشي والحاجات دي، لا، نص تسبيكه كده، بحيث لما هتنزلي بميه الفول والفول تتسبك مع بعض وياخدوا ويدوا كده مع بعض يا حبايبي. سيبنا بقى الصلصه على النار وطلعنا البتنجان زي ما انتم شايفين كده من على النار. هنحاول بقى نحطه في ميه بسقعه، ميه ساقعه عشان ايه؟ لما يجي يتقشر ما يتعبناش. شايفين كده؟ دي كمان. حتى برضو في الطماطم برضو تعملوا النظام ده، عشان ايه؟ ما تيجي تعين القشر بتاعها ما يلزقش فيها يبقى صعب. بسم الله الرحمن الرحيم. نقشر كده. لا كده القشر. يعني المفروض كانت المية تبقى اسقع من كده، عشان حاطه مية عادي، مش حاطه لها تلج. نطلعه بالمعلقه كده.
هنكمل الباقي يا حبايبي ونرجع لكم. بصوا كده نطلع كله بقى كده ونرجع لكم تاني. عملنا يا حبايبي البتنجان اهو زي ما انتم شايفين، هو لسه النار طالعه منه اهو البخار. هنقطعه بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. في ناس ما بتحبش تحطه في الكبه، بس انا بحب احطه في الكبه، يعني بيحبوا ياكلوه صاحي كده يعني يا دوبك بس بيدوله هرسه بالشوكه، حاجات بسيطه. بس يا حبايبي هننزل كده، نعمل بالمعلقه. على فكره يا جماعه انا غاسله ايدي كويس جدا، يعني معظم الامهات يعني في البيوت ما بيلبسوش جوانتيات يعني. انا ايه هننزل بقى بالثوم يا حبايبي كده. يبقى حطينا البتنجان والثوم، هننزل بالملح، الشطه، هنحط شويه خل، وهنضربهم يا حبايبي في الكبه ونرجع لكم تاني. تابعوا معانا يا حبايبي الفيديو. ضربنا يا حبايبي البتنجان هنا والثوم مع بعض في الكبه زي ما قلت لكم، والملح والشطه. هننزل بقى بالبتنجان. انا جبت طبق واسع شويه بس عشان نعرف نقلبهم في بعض. ننزل بقى بالطحينه. نحط شويه زيت، نحط نص عصير ليمون، نخلط بقى الحاجات دي كده كلها مع بعض كويس. كده بقى يا حبايبي هننقلها في طبق تاني ونعمل الصلصه ونرجع لكم يا حبايبي. تابعوا معانا. هننزل يا حبايبي هنا بشويه ملح، زي نص معلقه كده. وبرده الملح برده حسب الرغبه، في ناس بتحب الملح مظبوط، في ناس بتحبه لا زايد سنه، حسب ما تحب. بس انتوا شايفين اهو الصلصه ما تسبكتش قوي يعني، نص تسبيك. ثواني بس هنجيب الفول وننزل بيه. هننزل بقى بالفول يا حبايبي. لو قعد عندك وفاض منك شويه حطيهم في التلاجة، مش هيحصل له اي حاجه يعني. انا بكتر الكميه بحيث لو فاض بسيبه بقى ناكل منه بعدين او تاني يوم كده. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، هنسيبه كده بس على النار لمده 10 دقايق ونرجع لكم يا حبايبي. يبقى كده خلص معانا الفول. ورجعنا لكم يا حبايبي بعد ما عملنا اهو سلطه البابا غنوج. هنضيف بقى شويه كده زيت على الوش زي ما انتم شايفين اهو. شويه شطه صغيرين، شايفين الحركه دي زي الشيف براك. طبعا احنا ما نجيش جنبه حاجه، احنا بنهزر. ومعانا الفول ابو صلصه، شويه مش، والعيش البلدي. وده فطارنا يا حبايبي النهارده. لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوناش فضلا وليس امرا بالشير واللايك والاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان ان شاء الله يوصلكم كل جديد. وصلوا على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. مع السلامه.